الساعة 11:30 بالليل في شقة في منطقة العياط يحصل فيها جريمة غريبة جدا، ولما يتم نقل الجثة للطوارئ في المستشفى العام تحصل حاجة أغرب. باختصار صعوبة القصة دي مش في الأحداث اللي جوه، الصعوبة أكتر في الشخصيات نفسهم. شقة العياط في القصة الكاملة. 2016 في منطقة العياط، وتحديدا داخل طوارئ المستشفى العام اللي هناك. ست داخلة وشايلة جوزها على كتفها وبتقول لفريق الأطباء إنهم يلحقوها، وده لأن جوزها جات له حالة تسمم. هما الاتنين كانوا بيتعشوا مع بعض، وبعد شوية جوزها فقد الوعي ووقع، ولما شالته علشان يجوا على المستشفى قبل ما يوصلوا بحاجة بسيطة فقد الوعي تماما. الفريق الطبي يهدي الست دي وياخد الراجل على الطوارئ جوه، بس كان باين قوي إن الراجل متوفي. بس أول حاجة يلاحظها الفريق الطبي إن الراجل لابس هدوم خروج، يعني لو كان بيتعشى في البيت زي ما قالت على الأقل كان هيبقى لابس هدوم بيت. والملاحظه الثانيه ان جوزها كان باين انه واخد شاور قبل ما يوصل المستشفى، والاهم ان كان في بقع دم بسيطه جدا على الملابس الخارجيه. وهنا يطلب منها الفريق الطبي انها تهدى شويه علشان بس يحاولوا يلحقوه. طبعا هم كانوا عارفين انه متوفي، بس كانوا عايزين يتاكدوا من شويه شكوك جواهم. ولما يفحصوا جثمان الراجل ده يلاحظوا ان في اثار جروح بسيطه وصغيره جدا في منطقه البطن والظهر، ده غير ان في اثر ضربه بسيطه في مؤخره الراس. الموضوع كده شكله مش حاله تسمم، وعلشان كده الفريق الطبي يكلم رجال الامن ويقول لهم ان في شبهه جنائيه. ولما يوصل رجال الامن يلاقوا الست قاعده بره في حاله توتر وكان باين عليها جدا. بس لما يفحصوا جثمان الراجل يتاكدوا من كلام الفريق الطبي، فعلا في شبهه جنائيه، وان الموضوع مش مجرد حاله تسمم غذائي، الموضوع باين انه اكبر من كده بكتير. ويبدا رجال الامن يتكلموا مع الست دي ويعرفوا ان اسمها فاديه وعندها 27 سنه ومتجوزه من مصطفى بقالهم 5 سنين وعندهم طفلين. وفاديه قالت لرجال الامن ان مصطفى رجع على البيت متاخر وكان شاري شويه اكل من بره البيت، ولما حضرت العشاء بعد نص ساعه بدأ يحس ان في ألم في بطنه، وبعدها بدأ يعرق، وبعد شوية وقع وفقد الوعي. وطبعا هي قلقت بسرعة وجابته على المستشفى علشان تلحقه. فيسألها رجال الأمن عن طبيعة شغل مصطفى، فيعرفوا منها ان عنده 33 سنة وشغال عامل، وطبيعة شغله ان بينزل كل يوم الصبح وبيرجع على الساعة 3 العصر او 5 بالكتير، بس كان بينزل تاني يسهر مع ناس صحابه سواء على القهوة او في بيت حد فيهم. وهنا ربط رجال الأمن كلامها بان مصطفى كان لابس لبس خروج، فواضح قوي انه كان خارج ورجع على البيت، وقبل ما يغير هدومه قرر انه يتعشى مع مراته. فيسألها رجال الأمن عن المطعم اللي اشترى منه حاجات للعشاء، بس ساعتها قالت لهم فادية إنها ما تعرفش حاجة عن المطعم ده. وطبعا رجال الأمن عارفين إن فادية بتقول أي كلام، وده لأن آثار الجرح اللي موجود في مؤخرة الرأس باينة، ده غير آثار الجروح اللي موجودة في جسمه واضحة جدا. بس عايزين يعرفوا منها إيه اللي حصل بهدوء. دي الست جايبة جوزها لحد المستشفى بنفسها. المهم يتم نقل الجثمان للطب الشرعي لتحديد سبب وزمن الوفاة، ويتم التحفظ على فادية ويعرفوها إن في شبهة جنائية. وبمجرد ما فادية سمعت جملة إن في شبهة جنائية بدأ التوتر يبان عليها قوي، وساعتها رجال الامن قالوا لها لو عندك كلام تاني قوليه علشان المعلومات دي ممكن تسهل لرجال الامن يجي